السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى كنت محتاره في الاكل ومش عارفه اعمل اكل ايه، وعايزه اعمل حاجه بسرعه كده وسريعه. المهم نزلت السوق وجبت معايا نص كيلو بس من السمك الفيليه، وكمان جبت ربع كيلو بس من المكرونه لاني ما عنديش ولادي ما بياكلوش، ونص كيلو من السمك الفيليه. شايفين عاملين لي كميه كبيره، يعني كلنا اكلنا. كل واحد اخد كمان قطعتين من السمك مع طبق رز وسلطه وطحينه، ومش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي. شايفين لون الرز حلو ازاي ومفلفل وطعمه يجنن، وكمان شايفين السمك. يلا بينا على طول اقولك على الطريقه اللي انا بعملها بيها، وما تنسيش بقى لايك وشير للفيديو. انا جبت السمك، هو كان متقطع قطع كبيره عن كده، انا قطعته شرايح بالشكل ده. وهنا تتبيله السمك بتاعتي دي لكل انواع السمك انا بعملها على طول، وغالبا هتلاقي معظم الناس بتعملها الطريقه السهله البسيطه. انا كان معايا فلفل حامي وفلفل رومي وفلفل احمر، وكمان قطعت ليمونه كده 4/4 بقشرها، واربع خمس فصوص توم كبار، لاني انا معايا نص كيلو من السمك وربع كيلو بس من السمك المكرونه. وكمان حطيت عليهم معلقه بقى صغيره من الملح والكمون والكزبره والكرفس، اوعي تستغني عنه. هيفرق معاكي قوي في التتبيله. ولو ما عندكيش حطي كزبره خضراء. حطيت عليهم كده معلقتين كبار كده من الخل مع الليمونه اللي بقشرها، ضربتهم كلهم في الكبه لحد ما الخليط بقى بالشكل الجميل ده. شايفين اصلا التتبيله كانت ريحتها وطعمها تحفه، مظبوطه جدا وتظبط معاكي اي نوع من انواع السمك. انا بتبل السمك كده وبعدين بدخله التلاجة، وقت ما بستخدمه بطلعه. بصوا السمك المكرونه هما كانوا 5 6 وحدات كده صغيرين، بس خليتهم برده بنفس الطريقه وركنته في التلاجة تقريبا نص ساعة، يعني ما سبتهوش كتير في التتبيلة. ابتديت بس الم الدنيا حواليا، وبعدين هعمل الرز وابتدي فيه على طول. شلته على طول كده في التلاجة، غطيه وحطيه في التلاجة. حلة على النار، حطيت فيها 3 4 معالق كبار من الزيت، وبعدين هنزل عليهم ببصلتين كده متوسطين مفرومين ناعم. هبتدي بقى اقلب في البصل خالص لحد ما ياخد معايا لون. يعني انا دايما بلاقي الناس عاملين الرز افتح من كده شويه، انا بحب اللون ده قوي، وعشان توصلي له لازم تحمري البصله كويس جدا. بفضل اقلب بقى في البصله كده لحد ما تبتدي تاخد لون معايا، عشان انا هخليها تاخد لون غامق وتتحمر تتحمر قوي. بنزل عليها بالملح والكمون دلوقتي، ما بستناش يعني لما احط الرز، وبعدين ببتدي اكمل فيها تقليب لحد ما احس ان لونها اغمق. كمان لونها كان اغمق سنه من اللي طالع في التصوير. الرز بقى بتاعي كنت غسلاه ومصفياه، وبعدين نزلت بقى بكميه الرز على حسب طبعا عدد افراد اسرتك، وابتدي شوحي في الرز برده لحد ما يكتسب بقى كده من لون البصلايه والكمون. واقعدي بقى قلبي فيه زي ما انت شايفه كده بالشكل ده، وبعدين بنزل عليه بميه سخنه وبغطي الرز كده تقريبا بعقله صباعه فوق الرز. اول ما الرز بيغلي معايا بوطي عليه النار وبنقله على نار تانية عشان يتشرب، وبعدين ولعت على طاسه الزيت. وانا مولعه على الطاسه على طول هحضر بقى السمك بتاعي. انا نزلت بكوبايه ونص من الزيت، وهنزل عليهم بكيسين من الفيجيتار الحار. الخطوه دي مهمه جدا وهتفرق معاكي جدا في السمك. ما عندكيش فيجيتار حار، ممكن تحطي نص كوبايه من البقسماط بس تتبلي بقى. انا هنا ما بحطش غير نص معلقه من الكمون، لان السمك بيحب الكمون وبتبقى حلوه قوي. وبعدين ببتدي اغلف السمك بتاعي. لو ما عندكيش زي ما قلت لك فيجيتار، هتحطي مثلا نص كوبايه او كوبايه من البقسماط مع الدقيق. حطي بقى ملح وكمون، وكمان رشه كده من البابريكا، واظبطيه لو سنه شطه صغيره. هو مش هيخليها سبايسي خالص، لان كميه الدقيق اكبر من كميه الفيجيتار، فمخليها تحفه بصراحه. هتغلفيه. لو عايزه الطبق اتخن شويه زي الفراخ المقرمشه اللي بنعملها، ممكن تنزلي على طول في ميه ساقعه تغطسيه في ثانيه وتطلعيه وتعمليه في طبقه تانية من الدقيق. هيديكي طبقه يعني كريسبي اكتر. اول ما يبتدي ياخد لون هقلبه، وبعدين هطلعه على طول كده على مناديل مطبخ عشان ينزل لو في زيت او اي حاجه، هو مش هيبقى شارب معاكي زيت خالص. شايفين؟ ولو عندك شبكه برضو افضل، حطيها على الشبكه عشان يفضل مقرمش. هو هياخد معاكي 5 6 دقايق على النار. شايفين الرز بعد ما اتشرب لونه تحفه وطعمه وريحته، مش قادره اقول لكم ريحته كانت قلبه البيت ازاي. انا بصراحه بزود للرز صيديه نص معلقه صغيره من القرفه، فكمان بيديني اللون ده، وبحب طعم القرفه فيه جدا. اللي ما بيحبش طعم القرفه يقدر ما يحطهاش، انا ما قلتلكوش عليها. بس اللي بيحبها بجد بتخلي رز السمك في حته تانية خالص. شايفين السمك لونه حلو ازاي وقرمشته
تجنن، وطعمه بقى مش قادر اقول لكم. وحاجه كده وصفه مفيش يعني نص ساعه تتبيلي السمك في 10 دقايق وانت بتقلي السمك هتعملي شويه الرز والسلطه والطحينه، من اسرع الاكلات يعني اللي هنعملها. تقدري تقدميه بقى في سندوتشات كده جنب شويه طحينه، او تعمليه مع الرز، بصراحه يجنن. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكي. عايزه كده النهارده بقى المشتركين كلهم يكتروا. شايفين بقى لو هتحطي عليه بقى شويه طحينه كده وتقدميه زي السندوتشات اللي بنجيبها من بره، بصراحه روعه. يلا مستنيه ايه؟ قومي جربيه وهستنى رايكم في التعليقات. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسيش بقى تفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وباي باي.